صاحبتي الخليجيه خلاص مسافره، لانها خلاص قضت الاجازه عندي وخلاص مسافره بلدها، بس قبل ما تمشي كان لازم تعمل لي الاكله التحفه دي. بصوا يا جماعه، عظمه. بصوا كده بقى على المنظر، كبسه خضار. عايزه اقول لكم البصل مكرمل مع الطماطم والفلفل والبطاطس، حاجه كده تشبه المقلوبه بس مش مقلوبه. تعالوا نقول يلا احنا هنعملها ازاي. عندي هنا فراخ متبلاها بتوابل فراخ وبصل وكمان ملح وفلفل وبس كده. هنحتاج طماطم وفلفل وبصل، وهنحتاج كمان بطاطس. دلوقتي كده جبت حله على النار وهحط فيها شويه سمنه بلدي وشويه زيت، وجبت كمان طاسه الزيت اللي هناك دي عشان احمر فيها البطاطس والفلفل. دلوقتي الحله دي هحط فيها كده الفراخ تتحمر وتستوي نص سوا. دلوقتي كده جبت الطاسه دي على النار علشان هسلق الرز البسمتي نص سلقه. وطبعا دلوقتي بشيل بقى الفلفل اللي اتحمر معايا وكمان الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي هنزل كده بالشرايح بتاعه البصل عشان تتحمر. بصوا كده، تقدري بقى تعمليه جوليان، تقدري تعمليه مدور كده، بس المدور ده شكله حلو جدا وكمان بيكرمل وبيبقى شكله حلو جدا جدا معانا في الوصفه. نزلت كده البصل مكان الفراخ ودلوقتي بشوحه شويه، هخليه بس يتدبل شويه، مش هنزل عليه باي حاجه خالص دلوقتي غير لما يستوي. ودلوقتي لما استوى معايا هنزل على طول بالطماطم فوقيه وكمان البطاطس اللي احنا حمرناها. دلوقتي هنزل كده بتوابل الفراخ، وضروري جدا توابل الفراخ دي تكون فيها نسبه ملح علشان طبعا تملحي الخضار بتاعك كويس جدا. هحط عود قرفه دي كده شطه سوداني، هحط تاني بهارات فراخ على الفراخ وكمان 3 فصوص من الحبهان. ده كده الرز البسمتي هحطه كده في الميه، هنزل كده في الميه المغليه دي هسيبه يستوي. دلوقتي زودت كمان 2 حبه ليمون مجفف اللي هو اللومي. عندي هنا كده شوربه زودت فيها شويه من صفار الزعفران عشان يديني لون حلو زي ما انتوا شايفين كده في اول الوصفه. وهنا كده الرز بتاعي بعد ما صفيته كويس جدا وكمان اتسلق نص سلقه، وضروري جدا المرحله دي. هنزل كده بالشوربه بتاعتي، طبعا كده حاطين صفار الزعفران لون على طول الرز معانا. دلوقتي برضو محتاجين شويه ميه، هنزود ميه عادي جدا من الكتل، ميه تكون سخنه زي ما انتوا شايفين بقى كده. زودنا الميه، بصوا الليمونه ديت طلعت ازاي. دلوقتي هنحط كده الميه ونهز الحله كويس جدا. تمام. في المرحله دي بتدوقي الوصفه بتاعتك طعمها عامل ازاي. لو محتاجه ملح بتزودي، وانا كان عندي محتاجه ملح وزودت بالفعل. دلوقتي كده هنولع النار ونحط كده الحله على نار عاليه، ودلوقتي هي كده معايا بتغلي كويس قوي. بسيبها بقى على نار هاديه وبعد كده بتستوي معانا، بتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل قوي ده. بصوا حاجه كده تحفه، حاجه كده بتدوب كده في البق بجد يا جماعه، تحفه. لازم تجربوا الوصفه دي، الطماطم مع البصل المكرمل مع البطاطس حاجه كده تحفه. وطبعا الفراخ طبعا هي طبعا الوصفه كلها ما تنفعش من غير الفراخ. وطبعا تقدري تعمليها من اللحمه. الله بجد تحفه، الشكل كده لوحده بجد شاهي جدا. بتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم، وكمان لو عجبتكم لازم تعملوها وتبعتوا لي التطبيقات بتاعتكم وكمان تشيروها مع كل اصحابكم. عايزه اقول لكم كمان اكتبوا لي تحت في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد عشان ده بيفرحني جدا جدا. عمور انا عايزاك بقى تدوق كبسه الخضار دي وتقول لي ايه رايك. ماشي. يلا بينا يلا بينا. ايه الحلاوه دي؟ تسلم ايدك. بجد حلوه حلوه والله كده. تحفه. وايه رايك في البصل المكرمل بقى مع الطماطم والحاجات الجميله دي؟ لا بجد تسلم ايدك. طعمها تحفه، لازم بجد تجربوها.